صباح الخيرات. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. في الفيديو اللي فات عن الاسترس مانجمنت كنا بدأنا نناقش بعض الطرق للتغلب على القلق والتوتر والاكتئاب، وناقشت معاكم بعض الأمثلة. النهاردة هركز أكتر على مناقشة أدوات واستراتيجيات بتساعد على الخروج من أي معاناة نفسية ومشاعر سلبية بنمر بيها بسبب مشاكل الحياة أو تجارب سيئة. أنا سحر، طبيبة ودكتورة أبحاث، عشت في الغرب وتعلمت حاجات كتير مفيدة. في سلسلة الفيديوهات دي عاوزة أشارككم خبراتي وأنقل لكم معلومات ممكن تفيدكم في حياتكم أو علاقاتكم في البيت، في الجامعة، في المدرسة أو في الشغل. وأنا بتكلم عن موضوع النهاردة هاخدكم في جولة في مكان يا رب يعجبكم. مهم إننا نفهم تركيبتنا كبني آدم، بتتكون من الجسد والعقل اللي بنفكر بيه والوجدان أو الروح، وكل مكون من التلاتة دول بيأثر على الباقي. يعني مثلا لو انت بتفكر في موقف وحش حصل لك، ضربات القلب بتزيد وبتبقى مش عارف تنام. في طلبة كتير لما بيبقوا خايفين من الامتحان زيادة بيحصل لهم بانيك اتاك أو نوبات هلع، وعقلهم بيوقف تفكير وبيبقوا مش عارفين يذاكروا. في أمراض جسمانية كتير بتنتج عن التفكير الزيادة ليل نهار والعيشة في توتر مستمر، زي الذبحة الصدرية والسكر والضغط وغيرهم. في مرض اسمه الفايبروميالجيا، المريض بيحس بآلام في الجسم شديدة وفي أماكن كتير في نفس الوقت. الطب لحد الآن لم يتوصل إلى سبب مباشر أو واضح للمرض ده، والأبحاث بتقول إن في علاقة مباشرة بين الفايبروميالجيا وتعرض الشخص للاكتئاب والتوتر المستمر لفترات طويلة. كمان وإحنا في حالات التوتر والضغط النفسي ساعات بنحس إن روحنا فاضية وساخطين على كل شيء في الحياة. علشان كده الثلاث مكونات، الجسد والعقل والروح، the body, mind and spirit، مرتبطين ببعض. ومهم لما ندور على استراتيجيات التعامل مع التوتر إننا نغذي الثلاث مكونات دول، وده بيتسمى بالمنهج الشمولي للتعامل مع الاسترس، ده holistic approach، اللي فيه الجسم بنهتم بيه باتباع نمط حياة صحي، وبنهتم بالعقل عن طريق التفكير الإيجابي، والروح أو الوجدان عن طريق اتباع المعتقدات الدينية. تعالوا نشوف أمثلة على طرق التغلب على التوتر. ذكرنا في الحلقة اللي فاتت تمارين تنفس الاسترخاء أو البوكس بريدنج أو التنفس بعمق. بتاخد شهيق عميق لمدة 4 ثواني، وبعدين تتوقف 4 ثواني، وبعدها زفير لمدة 4 ثواني، وبعدها تتوقف 4 ثواني. والتنفس بيكون بعمق وببطء بحيث تحسوا إن عضلات البطن بتتمدد مع الشهيق وتنقبض مع الزفير. في فيديوهات كتير على يوتيوب بتوضح تمارين تنفس الاسترخاء، وكمان في برامج أو أبس على الموبايل ممكن تعملوا لها داونلود. من الطرق اللي بتقلل التوتر ممارسة الرياضة. مش بالضرورة تروحوا الجيم وتتكلفوا اشتراك غالي، ممكن تعملوا التمارين في البيت زي تمارين تقوية عضلات البطن أو الرجل، أو ممارسة رياضة الجري أو ركوب العجل. في كمان ناس بتحب الرقص زي رقص الزومبا، بلاش كل ده لو صعب. المشي السريع كل يوم ساعة يعتبر رياضة، والرياضة المنتظمة لها فوائد كتير جسدية وعقلية أو نفسية. الأبحاث أثبتت إن ممارسة الرياضة على الأقل 150 دقيقة كل أسبوع بتقي من أمراض القلب، طبعا بالإضافة للأكل الصحي.
وحتى مع الأشخاص اللي بتتعالج من أمراض القلب والضغط. الرياضة عامل مهم جدا في العلاج مع استشارة الطبيب المتخصص طبعا لو لازم الأمر. بالإضافة للفوائد الجسدية، الرياضة بتساعد المخ على إفراز الإندورفينز، ودي هرمونات تسمى هرمونات السعادة، لأنها بتحسن المود وبتقلل إحساسنا بالألم الجسماني. الناس اللي بتمارس الرياضة بانتظام بيبقى مزاجهم أحسن بكتير من اللي مش بيمارسها. طريقة تانية من استراتيجيات التغلب على القلق والتوتر النفسي هي اليوجا. وأنا عارفة أن موضوع اليوجا ده عليه اختلافات كتيرة في مجتمعاتنا العربية، لأنه في ناس بتعتقد أنها حرام. اليوجا بدأت كمجموعة من التمارين الرياضية والعقلية والدينية عند الهنود القدماء، ولأنها بتهتم بالثلاث مكونات بتوع الهوليستيك أبروتش اللي اتكلمنا عنهم في أول الحلقة، تأثيرها كان مفيد جدا للكل. لكن لما اتنقلت للغرب بقى فيها أنواع كتير بعيدة عن الجزء الديني الهندوسي أو البوذي، زي مثلا الهاثا يوجا، ودي عبارة عن تمارين للجسم بتساعد على الاسترخاء الذهني مع استرخاء للعضلات، وبتحس بعدها ان ذهنك صافي وعضلات الجسم المؤلمة خفت. في نوع من انواع اليوجا مارسته مؤخرا ولقيته ظريف وبيساعد على التخلص من التوتر، وهو يوجا الضحك. علشان كده أنا مش لاقية في ممارسة اليوجا بمفهوم تمارين تمدد العضلات والصفاء الذهني أي حرمانية، وطبعا القرار والاختيار لكم أنتم. اتكلمنا عن طريقتين بيساعدوا الجسم والعقل على الاسترخاء. تعالوا نتكلم عن الجزء الوجداني أو الروحي. مهم إننا نعمل أجندة نكتب فيها أفكارنا ومشاعرنا كل يوم في أوقات الأزمات، وده بيسمى بالتفريغ الوجداني. في كتب لمعالجين نفسيين بتساعد على التفريغ الوجداني، وبتشرح ازاي تجاوبوا على أسئلة معينة عن موقف أو مشكلة في حياتكم علشان تفهموا نفسكم من الداخل وتحللوا المواقف وتعرفوا تتصرفوا في المستقبل. من أمثلة الكتب دي كتاب لدكتور فيل. من أهم النقاط اللي بتكتبوها في الأجندة دي 3 حاجات انتوا حاسين لها بالامتنان، و3 نعم ربنا أعطاها لكم وتستحق إنكم تشكروا ربنا عليها، وتكرروا التمرين كل يوم. ممكن الحاجات دي تكون موقف حصل لكم من أشخاص آخرين حواليكم، أو إن ربنا رزقكم نعمة النظر، أو إنكم قادرين تاكلوا أكل معين في حد تاني مش قادر يحصل عليه، أو قدرتوا تصوموا يوم تطوع، أو غيره من النعم أو المواقف. الليستة طويلة جدا، وكل إنسان ممكن يدور في حياته على نعم أو حاجات أو مواقف تستحق الشعور بالامتنان. العلماء والمعالجين النفسيين والأطباء ناقشوا أهمية المعتقدات الدينية للمرضى، وفي منهم اللي أكد عليها كجزء مهم من العلاج النفسي والجسماني للأمراض. الأبحاث العلمية أثبتت أنه أثناء رحلات علاج المرضى اللي بيعانوا من أمراض مستعصية ولما بيكون عندهم اكتئاب، اكتشاف أو تذكر معنى روحاني أو ديني مختلف عن مادية الحياة ساعدهم على التخلص من الاكتئاب والمعاناة والألم بسبب المرض. في بحث علمي بيقول إن الناس اللي بيمارسوا طقوس دينهم عاشوا أطول من اللي مش بيمارسوا الطقوس دي، واكتشفوا إن الناس المتدينين دول عندهم نسبة أعلى من المواد اللي بتعلي المناعة في الدم. لما كنت عايشة في إنجلترا لقيت في كل مستشفى في مكان للعبادة لمختلف الأديان، وفي رجال دين بيشتغلوا هناك علشان لو المرضى طلبوا زيارة أو استشارة دينية. من أهم العادات اللي بتغذي العقل هي القراءة، ودلوقتي القراءة ما عادتش كتب ورق بس، ده في كتب على كندل أو تاب أو اللابتوب،
وفي كتب مسموعة تشغلوها وانتوا بتسوقوا السيارة أو بتعملوا أي نشاط يومي. في كتب حلوة عن تكوين علاقات ناجحة واكتساب مهارات جديدة، أو حتى كتب كوميدية تشعروا بعدها بالسعادة وتضحكوا. ناقشنا النهاردة بعض الطرق أو الاستراتيجيات للتغلب على التوتر والقلق، وفي الحلقات القادمة هناقش استراتيجيات أخرى. بس مهم برضو إننا نفهم إنه ساعات بنبقى محتاجين مساعدة المتخصصين لو ما قدرناش على التغلب على القلق لوحدنا، زي زيارة المعالجين النفسيين أو الطبيب المتخصص. لأن زي ما في أمراض جسدية زي الضغط والسكر ومحتاجين علاج بالأدوية، في أمراض نفسية لازم تتعالج بالأدوية، مش بس علاج سلوكي معرفي. اكتبولي في التعليقات لو بتمارسوا أي طريقة للتغلب على التوتر من اللي اتكلمنا عنهم، وإيه رأيكم فيها. لو الفيديو ده عجبكم اعملوا لايك، ولو المحتوى مفيد لكم اشتركوا في القناة. شكرا وإلى اللقاء.